شفتوا اللي حصل في اسكندريه؟ واللي حصل في اسكندريه ده ملوش غير سبب واحد بس، رغم اختلاف وجهات النظر واختلاف الاراء. السبب اللي خلى اللي حصل في اسكندريه ده يحصل، يعني الجماعه بتوع الماورائيات وبتوع نظريات المؤامره هيقول لك دي نظريه مؤامره، وهيقول لك ان ده مخطط، وهيقول لك ان ده كان مترتب له، وان ده وراه شيء، وراه سبب. الجماعه بتوع الارصاد هيقول لك ان ده بسبب الرياح الشماليه الشرقيه، وان ده بسبب تطورات الجو، وبسبب ان كان في مش عارف رياح جنوبيه شرقيه وحاجات من هذا القبيل. الجماعه بتوع الدين هيطلع يقول لك ان ده سبحان الله، وان رب العزه سبحان الله نزل عليهم غضب، وان سبحان الله نزل امطار ومش عارف ايه، وكلام برضه من هذا القبيل. كل واحد هيطلع يقول رايه مع احترامنا للجميع، والجميع ارائهم. ولكن بالنسبه لي انا ليا وجهه نظر وليا راي، وخليك مركز ان انا بقول رايي انا الشخصي، يعني وجهه نظري ان اللي حصل ده حصل لسبب وحيد بس. طب ايه هو السبب ده؟ السبب ده ببساطه ومن وجهه نظري زي ما قلت لكم، تقتنع بيه او ما تقتنعش انت حر. فاكرين الزلزال اللي حصل من فتره في مصر؟ اهو في ناس كتير طلعت وقت الزلزال ده قعدت تتريق وقعدت تتمسخر وقعدت تهزر وقعدت تضحك على الزلزال ده، في حين ان رب العزه سبحانه وتعالى بيقول وما نرسل بالايات الا تخويفا. فالامطار والرعد والبرق والزلازل وكل الاحداث اللي بتحصل دي عند رب العزه سبحانه وتعالى سماها ايات. يعني المفروض انت لما تشوف حاجه زي دي المفروض تخاف، انما خوف ربنا ليك لما بينزل لك الايات دي مش عشان يرعبك، وانما خوف ربنا ليك عشان خاطر ترجع له وتقول الحمد لله اللي نجاك لما نزل الايات دي، مش عشان تطلع تضحك وتهزر وتتريق على ايات الله سبحانه وتعالى. اللي انت بتعمله ده عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، فالمفروض نتأدب مع رب العزة سبحانه وتعالى. فأنا من وجهة نظري إن رب العزة سبحانه وتعالى أرسل آية من آياته اللي هي الزلزال، ولكن الناس طلعت تتريق وتهزر، ده بسبب إنهم ما أصابهمش أي أذى، ورب العزة سبحانه وتعالى حماهم وحباهم من الآية اللي أنزلها. فراح رب العزة سبحانه وتعالى بعت لهم آيات أصابهم منها أذى، وهنا ما فيش حد طلع اتمسخر ولا اتريق ولا هزر ولا ضحك. ليه؟ لأن أصابهم منها أذى، فلما أصابهم الأذى اللي نجا منها طلع يقول الحمد لله. فلما تيجي آيات الله نتأدب مع الله ونقول الحمد لله إنه نجانا لما أرسل الآيات دي، لأن زي الآيات دي أهلك بيها أقوام قبلينا. فأنا عايزك تاخد بالك كويس من اللي أنت بتعمله، عشان ما تلاقيش نفسك وفجأة ومن غير ما تاخد بالك وقعت تحت الآية اللي بتقول وما قدر الله حق قدره. وبعدين خليك عارف إن أنا بنصحك عشان بحبك وخايف عليك، ولو أنا مش خايف عليك مش هديك البشرة الجميلة دي. لأن رب العزة سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وهو الذي يرسل الرياح إيه؟ بشرا بين يدي رحمته. فالناس اللي اتضررت من القصة اللي حصلت في اسكندرية دي، اخواتنا وحبايبنا في اسكندرية، اقول لكم ما تزعلوش، لان ممكن يكون ده كله اللي حصل لك، حتى لو بالنسبة لك انت شايف ان في ضرر، ممكن يكون في ظاهر وشر ليك، ولكن في باطنه خير كبير ليك وبشرى من الله سبحانه وتعالى، بسبب الرياح اللي جت عليك، بسبب الامطار اللي نزلت عليك، وبسبب كل الاحداث اللي حصلت لك. فاستبشر خيرا وقول الحمد لله، وادعي ربك وقول له اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وثق ان رب العزة سبحانه وتعالى حيخلفك خيرا منها. ولكن بعيدا عن كل ده، انا لاحظت حاجتين غريبتين حصلوا في الموضوع بتاع اسكندرية ده. اول حاجة ان احنا في عز الصيف ونزل تلج ورعد وبرق ومطر وكله في وقت واحد. والحاجة التانية التلج اللي بينزل، لو لاحظتوا ان التلج اللي بينزل تلج مجمد عامل زي كور كأنها حجارة، ولكن احنا متعودين ان التلج اللي بينزل الحالات اللي زي دي واللي متعارف عليه واللي موجود في دول اوروبا كلها تلج بيبقى عامل زي السفنج كده. والنوع الثاني من انواع الثلوج دي اللي هو الثلج المتجمد اللي بيتزحلقوا فيه وبيعملوا منه التزحلق على الجليد. دول النوعين اللي احنا نعرفهم. النوع الثالث بقى اللي عامل زي الحجاره اللي نزل في اسكندريه ده، هل ده نوع معروف من انواع التليج وبينزل عادي، ولا دي حاجه غريبه؟ لان انا بصراحه اول مره اشوف نوع من انواع التلج عامل زي الحجاره بينزل بالشكل ده. مستني الإجابات من حضراتكم في التعليقات، وربنا يحفظ أهلنا في اسكندرية ويطمنا عليهم.